بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. وينبغي على المسلم في نهاية هذا الشهر أن يختم صيامه ببعض الأعمال، ومن أهمها الشكر لله عز وجل على تمام الصيام وتيسير الله عز وجل له القيام، فالشكر عبادة عظيمة بها تدوم النعم وتزيد. قال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. كما ينبغي على المسلم في نهاية هذا الشهر الإكثار من الاستغفار، فبعد الفراغ من العبادة وتمامها يشرع له الاستغفار، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر بعد الانصراف من الصلاة 3 كما في صحيح مسلم، وكذلك بعد فراغه من الوضوء كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وكذلك كما ورد في الحج بعد الإفاضة قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالاستغفار يجبر الخلل ويجبر النقص ويكمله، وهو عبادة عظيمة. الأمر الآخر مما ينبغي على المسلم أن يختم هذا الشهر به صدقة الفطر، وهي صاع من قوت البلد على كل مسلم ومسلمة، تؤدى قبل الخروج للمصلى أو قبل العيد بيوم أو بيومين، وهي طهرة للصائم من الرفث واللغو، وكذلك طعمة للمساكين وتراحم بينهم. كما ينبغي للمسلم أن يختم شهره بأمر مهم، وهو أيضا التكبير. فالتكبير عبادة عظيمة وشعيرة يغفل عنها كثير من الناس، فيشرع له التكبير ليلة العيد وقبل الخروج إلى المصلى. قال تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومما ينبغي للمسلم أيضا قبل أن يخرج إلى المصلى أن يأكل تمرات وترا، لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.